بيليه اتولد في أسرة فقيرة، وكان والده لاعب كرة قدم سابق. عانت العائلة من صعوبات مالية. بدأ بيليه حياته في كرة القدم بلعبها في الشوارع باستخدام جوارب محشوة بالقماش ككرة، معروفة في مصر بالكرة الشراب. حصل على لقب بيليه في طفولته، ورغم انه كان بيكره الاسم ده في البداية إلا أنه أصبح علامة تجارية عالمية توازي اسمه الحقيقي. انضم بيليه لنادي سانتوس البرازيلي وهو في عمر 15 سنة، وأثبت نفسه كلاعب موهوب، وقاد سانتوس الفوز بعدة بطولات أبرزها كأس انتر كونتيننتال، وده خلاه بطل عالمي حتى قبل كأس العالم. بيليه كان أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم 1958، كان عنده 17 سنة، وسجل هدفين في المباراة النهائية ضد السويد ليصبح أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم. حقق بيليه ألقاب كأس العالم 58 و62 و70، وهو رقم قياسي غير مسبوق. فرقة البرازيل سنة 1970 بتعتبر من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة. بيليه سجل 1281 هدف في 1363 مباراة. حاول نادي انتر ميلان التعاقد مع بيليه في الستينات، لكن الحكومة البرازيلية اعتبرت بيليه كنز وطني ومنعت انتقاله خارج البلاد. بيليه استخدم أحيانا كرمز للسلام. خلال حرب بيفارا في نيجيريا توقفت القوات عن القتال لمدة يوم واحد للسماح لبيليه وفريقه سانتوس بلعب مباراة ودية. بيليه شارك في أفلام وإعلانات تلفزيونية، وكان أشهرها فيلم الهروب إلى النصر سنة 1981. بعد اعتزاله عين بيليه سفير عالمي لكرة القدم وسفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، واستخدم شعبيته للدعوة إلى قضايا السلام والتعليم والتنمية. في عام 1999 اللجنة الأولمبية الدولية اختارته كرياضي القرن، وهو تكريم كبير نظرا لإنجازاته الرياضية. بيليه لم يفز بالكرة الذهبية بسبب عدم أهليته كونه من خارج أوروبا في الفترة دي، ولكن مجلة فرانس فوتبول منحته كرة ذهبية شرفية عام 2013. بيليه ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل رمز عالمي أثر على حياة الملايين وألهم أجيالا من الرياضيين. يعتبره البعض الأب الروحي لكرة القدم الحديث، ويظل إرثه حيا من خلال إرثه الرياضي والثقافي.